لا تزال البلطجة الإماراتية شغالة. وأنا هنا بتوقف، لأن كل فعل بلطجي بتقوم به السعودية لازم له فعلين إماراتيين. السعودية قلت لك إنها الإمارات حاولت تاخد الموانئ في القرن الأفريقي، راحت على جيبوتي وطلعت، وبعدين راحت الصومال وانطردت انطردت. فعملت إيه؟ قام جه سافرها في السودان، راكب الطيارة يا معلم ورايح معاه شنط سفر، والله العظيم يا أستاذ شغل بلطجة عصابات. شنط سفر ورايح على فين؟ على مقدشو. سافرها في السودان رايح على فين؟ على مقدشو، اللي هي ايه؟ عاصمة مين؟ عاصمة الصومال. ومعاه 10 مليون دولار. 10 من ده المعلم السفير بتاعهم حاجزينه في المطار، اسمه محمد عثمان الحمادي، وبيجري اتصال بطويل العمر. يا طويل العمر، هاي الشنطة اهي. الصومال دولة فقيرة لكن شعبها كريم ونزيه. وانا زرت الصومال 92 مع وفد الجامعه العربيه الطبي، اول وفد ليه. شعب عظيم. وادي قوات الامن زي ما محمود رفعت المحامي المعروف بيقول، صدرت ايه؟ 10 مليون دولار. احتج مسؤول الامارات في مقدشو بحجه انها اموال السفاره. اموال السفاره في العماره. قال له طيب يا معلم، سفاره الامارات في بروكسل ميزانيتها نص مليون، ليه؟ لانها لا تستطيع تمويل مقاتلين. الامارات دخلت على خط القتال والحرب والفوضى في الصومال، مولت بعض القطاعات، نجحت بعض النواب، اقصت التيار الاسلامي، ثم تعاونت مع اكبر منظمه ارهابيه في الصومال حتى تسكت صوتها. واليوم تنكشف سوءة الامارات، خصوصا ان الامارات واخده الفلوس دي بعد ما طردت من الميناء اللي كانت قاعده فيه، ومشوهم زي جيبوتي ما عملت. فتروح تعمل ايه يا معلم؟ خد الكيس وافتكر كلام الراجل بتاع جريدة ذا نيويوركر فالكنز، اللي قال لك ان الامارات جندت عبد الفتاح السيسي وادت له 20 مليار هي والسعودية عشان تشتري بيها الجنرالات، وان الذي قام بتسليم الاموال لبقية الجنرالات هم محمد بن زايد بنفسه، عبد الفتاح السيسي بذات نفسه، بندر بن سلطان بنفسه، عبد الفتاح السيسي بنفسه، ومحمد بن دحلان. يا سلام يا سلام يا اولاد. فهو رايح قال لك هعمل انقلاب بقى بسرعه كده، يلا يا اولاد بسرعه. واقول لكم ان اموالا اماراتيه شبيهه تدفقت هنا وهناك وضبطت، وان الصيف القادم ساخن ساخن.